أخو الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بعد انقطاع قصير، وتفاجأت أن النواصب المروانية الآن يحتجون برواية جديدة للطعن في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. لاحظ أخوان، هذا كلام المروانية، وإن شاء الله لنا تعليق عليه. سير على تاريخ الإسلام للذهبي قالوا: وقال فضيل بن مرزوق حدثني شفيق بن عقبة عن قرة بن حارث عن جون بن قتادة: كنت مع الزبير يوم الجمل فكانوا يسلمون عليه بالإمرة، أي أنه يأخذها يعني معلومة جديدة، أي أنه كان أهل البصرة ينادون بالزبير: السلام عليك يا أمير المؤمنين. شنو رأيك؟ زين، هذه معلومة جديدة. اكتشفوا علم الذرة، ما شاء الله. ويا ريتم ما اكتشفوا هذه الرواية، لأن هذه الرواية صراحة يعني مصيبة على رأس هؤلاء، وتثبت جهلهم في هذا المقام. لاحظ أخوان، هذه ذكرها الذهبي في تاريخ الإسلام مثل ما قال هذا المرواني الناصبي. والرواية طبعا جاء من طريق فضيل بن مرزوق، والذهبي يعني بين فضيل والمرزوق والذهبي يعني انقطاع. سنثبت هذا إن شاء الله. وجدت الرواية نفسها، قلت أشوف وين يعني هذه الرواية، لأن يعني رواية أولا منقطعة، والذهبي لابد أنه قد رواها من طريق آخر، لأن وجدت في سير أعلام النبلاء شخص آخر في السند يعني أقرب إلى حياة الذهبي. لاحظ أخوان، سير أعلام النبلاء جزء 1 صفحة 61 من الشاملة يقول: عبيد الله بن موسى حدثنا فضيل بن مرزوق، أي أن هناك راوي آخر روى عنه الذهبي. وحتى هذه الرواية أيضا فيها انقطاع أخوان، لأن الذهبي ولد عام 674، وعبيد الله بن موسى ولد عام 120، يعني تقريبا 400 سنة 450 سنة بيناتهم، أو أكثر أو أقل، يعني give or take. فانقطاع رهيب في الرواية. فأنا قلت أبحث أشوف يعني وين موجودة هذه الرواية. يعني أقدر الآن بكل سهولة أقول أن الرواية منقطعة وننهي الموضوع، لكن أنا باحث، وإن كانت الرواية صحيحة أخذ بها، وإن كانت غير صحيحة ما أخذ بها. واكتشفت طامة كبرى في هذه الرواية إخوان. لاحظ إخوان، وجدت رواية تقريبا من نفس السند من كتاب طبقات ابن سعد، الطبقات الكبرى. الفرق هو أن الذهبي يروي هذه الرواية من طريق عبيد الله، وين هنا؟ عبيد الله بن موسى عن فضيل بن مرزوق. عبيد الله بن موسى عن فضيل بن مرزوق. في ابن سعد يرويها عن سفيان بن عقبة، بينما الذهبي يرويها عن شقيق بن عقبة. وهؤلاء اثنينهم عن قرة بن الحارث عن جون بن قتادة. يعني هناك فرق في الرواية بين سفيان بن عقبة وشقيق بن عقبة. يعني لعل هذه هي الرواية، وإلا بكل سهولة نقول أن هذه الرواية فيها انقطاع ونضرب الأمويين بهذه العلة. ولكن يعني إن كانوا يعني وجدت لهم رواية ثانية باتصال بسند متصل يستطيعون أن يحتجوا بها علينا، وهي نفس المتن. يعني لاحظ أخوان، تقول أن جون يقول: كنت مع الزبير بن العوام يوم الجمل وكانوا يسلمون عليه بالأمرة. وهي نفس الرواية هنا، يقول: كنت مع الزبير يوم الجمل وكانوا يسلمون عليه بالأمرة. لاحظ، هذا كتاب تاريخ الإسلام، وهذا سير أعلام النبلاء. لكن إخوان، الرواية الأصلية التي ذكرها ابن سعد فيها تفاصيل أكثر. فجاء فارس يسير فقال: السلام عليك أيها الأمير. ما قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين كما يقول هذا المروان الناصبي، هذا يدلس وكذب. قال: السلام عليك أيها الأمير. وأيضا هناك تعليق أنهم كانوا يسلمون عليه بالإمرة لا بالإمارة. إذا كانوا يسلمون عليه بالإمارة كان قالوا له: يا أمير المؤمنين. يعني إمارة، هناك فرق بين الإمرة والإمارة سنذكرها لاحقا إن شاء الله. هو كان مجرد أمير على الجيش، قائد للجيش فقط. ثم أخبره بشيء، ثم جاء آخر ففعل مثل ذلك. هذا طبعا إن صحت الرواية فيها طامات كبرى. لاحظ أخوان: فلما التقى القوم ورأى الزبير ما رأى، قال الزبير:
وأجدع أنفياه أو يا قطع ظهرياه. قال فضيل: لا أدري أيهما قال. وهي سواء هذه أو هذه، فهذه الكلام عبارة عن طامة كبرى، سنبين معناه. ثم أخذه أفكل. قال: فجعل السلاح ينتقض. قال جون: فقلت: ثكلتني أمي. أي أن هذا جون بن قتادة عندما شاهد الزبير وردة فعله وموقفه في هذا المقام، قال: ثكلتني أمي، أهذا الذي كنت أريد أن أموت معه؟ يعني انصدم الرجل من موقف الزبير. قال: والذي نفسي بيده ما أرى هذا إلا من شيء قد سمعه أو رآه وهو فارس رسول الله. فلما تشاغل الناس انصرف، أي الزبير، فقعد على دابته ثم ذهب. وانصرف جون فجلس على دابته فلحق بالأحنف. وتستمر الرواية أمامكم، تقدرون تقروها، أنه أدركه ابن جرموس في وادي السباع وقتله رضي الله عنه وأرضاه. هذه الرواية إخوان مصيبة على رؤوس النواصب المروانية وكل من يريد أن يحتج بهذه الرواية، لأن فيها طعن شديد جدا في الزبير رضي الله عنه وأرضاه، لهذه درجة أن جون الذي كان مع الزبير قال: هذا الذي كنت أريد أن أموت معه. لهذه الدرجة. كيف؟ لاحظ قول الزبير: وأجدع أنفياه أو يا قطع ظهرياه. هذه صيغ تحسر ودعاء على النفس أو على من أغراه. جدع الأنف يعني قطع الأنف وإذلاله، وهو كناية عن الخزي. أما قطع ظهرها فهي كناية عن شدة المصاب. أما الأفكل فهذه تعني الارتعاش والرهبة التي تمنع اليد من إحكام السلاح، يعني كان يرتجف وما كان يقدر يسيطر على السلاح الذي بيده. هذا موقف الزبير. ثم تذكر الرواية أنه عندما تشاغل الناس انصرف فقعد على دابته ثم ذهب. يعني لما الناس من بدأ القتال بين الجيشين، الزبير انتهز انشغال الجيشين وركب على فرسه وغادر ساحة القتال، أي أنه انتهز فرصة القتال بين الجيشين وهرب وترك أم المؤمنين خلفه. زين. فهذا إخوان باختصار شديد هذه الرواية فيها طعن شديد على الزبير. وأيضا تذكر أنهم كانوا يسلمون على الزبير بالإمرة ويعني ولم يسلموا عليه بالإمارة. زين. يعني الإمرة هنا يعني إمرة الجيش، تعني قيادة الجيش. أما الإمارة فتأتي بمعنى إمارة البلد والكيان السياسي الذي يحكمه الأمير. ولو كان قصدهم أن الزبير هو الخليفة بعد عثمان رضي الله عنهم وارضاهم لسلموا عليه بالإمارة لا الإمرة، كما قال صقر: أمير المؤمنين، مو السلام عليك أيها الأمير، أي أمير الجيش. هذا طبعا إن كانت الرواية صحيحة، لكن الرواية مضروبة سندا ومتنا، رواية جدا جدا ضعيفة. فالسند ذكرنا أن فيها طعن كبير في الصحابي الزبير، وإلا نطالبهم أن يشرحوا لنا موقف الزبير هذا. لماذا كان يرجف؟ لماذا استغل قتال الجيشين وهرب؟ لماذا قال جون ثكلتني أمي، أهذا الذي كنت أريد أن أموت معه؟ يعني هذا رجل شاهد ردة فعل الزبير، ويعني هذا طعن في الزبير أنه كان هو هذا اللي أنا أريد يعني أموت معه. معقولة؟ هذا موقف جون الذي شهد المقام. أما من ناحية السند إخوان، ففضيل بن مرزوق هذا كان شيعي، وقال ابن حجر أنه كان صدوق يهم، وقال ابن حبان أنه كان ممن يخطئ، وابن معين قال أنه شديد التشيع. وقد يكون كذلك لأن الرواية فيها طعن كبير جدا في الزبير، فقد يكون يعني من له وجه أنه هذا كان شيعيا وفيها طعن في الزبير. وابن معين له قول أنه كان لا بأس به، وقول آخر قال أنه ضعيف، يعني له قولين في أمر فضيل. وأيضا ضعفه النسائي وذكره أحمد بن صالح المصري في الضعفاء. أما الراوي الثاني الذي فيه إشكال في السند وهو قرة بن الحارث. هذا قرة بن الحارث لم أجد له أي ترجمة سوى في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ومجرد يذكر أنه كان بصريا وأنه كان مع الأحنف يوم الجمل، يعني لم يوثقه أحد، أي أن الرواية فيها إشكال سند ومتن، وإن صححوها فهي مصيبة على رؤوسهم.